السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. كتير مننا الفترة ديت بنلجأ للاكلات الاقتصادية والموفرة والسهلة والسريعة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كشر الاسكندراني بطريقة حلوة قوي وان شاء الله تعجبك. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة هنا معايا حلة على النار، وهنزل بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين كبار من الزيت. دلوقتي احنا بنعمل الرز. اول ما هبتدي ان هي تسخن معايا كويس، هنزل بحبايه من البصل المفرومه وهنشوحها، بس احنا مش عايزين لونها يتغير، احنا عايزين البصلايه بس تدبل معانا. بعد كده بقى هنزل بالرز والعدس الاصفر. انا هنا استخدمت كوبايتين من الرز عليهم كوبايه من العدس الاصفر، غسلتهم كويس وصفيتهم من الميه، وبعد كده هنشوحهم مع البصل كويس. خطوه التشويح دي يا جماعه بتبقى ضروريه قوي عشان يطلع معاك الرز مفلفل. وهنا ضفت معلقه كبيره من الملح وربع معلقه صغيره من الكمون، وابتدي ان انا اشوح كويس. طبعا كميه الرز والعدس ديت بترجع حسب عدد افراد اسرتك وحسب الكميه اللي انت حابه تستخدميها. بعد كده بقى هنزل بالميه السخنه، وضروري يا جماعه ما نكترش الميه علشان خاطر ما يتعجنش معانا. يعني حاولوا تخلوا كميه الميه ما تبقاش كتيره، يعني لكل كوبايه كوبايه من الميه. هنا بدوق الحدق بتاعه، لو حسيت ان هو عايز ملح تاني بضيف. هنا ضفت ربع معلقه من الملح. هنغطيه بقى ونسيبه اول ما يتشرب معانا. هنا بعد ما اتشرب معانا هنديله تقليبه، وبعد كده هننقله على نار هاديه لمده 15 دقيقه. يلا بقى عشان نعمل الصلصة. هنا بقى معايا حلة على النار، وهنزل بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. وهنا ضفت نص قرن من الفلفل الحامي، لو مش حابة تضيفيه ما تضيفوش. وهديله تقليبة. انا مش عايزة الثوم لونه يتغير، انا عايزة بس اول ما ريحتها تطلع معانا. هنزل بمعلقة من الخل ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وهنقلبهم كويس. بعد كده هنزل بكوبايتين من عصير الطماطم، وهنزل بيه نص معلقة من السكر. هنا بقى مع التوابل معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الملح، ومكعب من مرقة الدجاج. وهنقلبهم كويس. وهنغطيها ونسيبها تتسبك معانا. هنا كده بعد ما اتسبكت كده خلاص الصلصة بقت جاهزة معانا. هنا بقى معايا طاسة على النار، وهنزل بمعلقة من السمنة ورشة من الملح. اول ما هتسخن معانا هننزل بقى بالبيض زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى معايا بيض مسلوق وهنحمره. وهنا رشيت رشة من الفلفل الاسمر. لو انت مش حابه تعملي جنبيها بيض ما تعمليش زي ما تحبي. هنا خلاص بعد ما حمرنا البيض، هنا كمان الرز بقى جاهز معانا. شايفه الرز بقى مفلفل معانا ازاي، مش معجن مش ماسك في بعضه. يلا بقى علشان نغرف مع بعض. شايفه يا جماعه وانا بغرف الرز مفلفل، في ناس كتيره بتشتكي ان الرز بيطلع معاها معجن لانها بتزود كميه الميه. بعد كده بقى هنزل بالصلصه زي ما انتوا شايفين. ممكن تخلي الرز لوحده وصلصه لوحده زي ما تحبي، مفيش مشكله. هنا بقى ابتديت ان انا ارص البيض بالشكل دوت. لو انت مش حابه تعملي بيض جنبيها مفيش مشكله، ما تعمليهوش.
وانا هنا كمان عملت جنبها شويه من السلطه، لو عايزه تعملي جنبها بتنجان مقلي زي ما تحبي مفيش مشكله. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.